جوزي بيشتكي مني إني ما عنديش دم، عشان لما بنتخانق مش برد عليه بسيبه ينكد في نفسه يعني. امبارح اتخانق معايا خناقة جامدة وأنا كنت مجهزة الأكل، وهو بيتخانق قعدت آكل ولا كأنه بيزعق. ما أنا جعانة يا ولاد. راح جاي عليا قايل لي انت ما عندكيش دم وكمان ليكي نفس تاكلي، وشال الاكل من قدامي ودخل الاوضه. رحت جبت الاكل تاني وفضلت اكل عادي، يعني اموت روحي يعني؟ وانا عندي حماتي ست متسلطه مطفشه مراتات عيالها، لكن معايا انا معرفتش، تبقى بتزعق وعايز تخلق مشكله من الهوا. مش برد عليها وبتعامل بكل برود، مش برد عليها اصلا، يعني انا كده غلطانه؟ المهم يا ولاد تعالوا اما استفك معاكم بكلمتين واحكيلكوا على موقف تاني وتقولولي انا اتصرفت فيه صح ولا غلط. كنت متخانقة مع حماتي وجوزي قعد يشتم فيا وفي الاخر سابلي البيت وغضب تحت عند امه. قلتله ماله براحته، وما كانش في حاجة في البيت تتاكل والوقت كان اتأخر وما ينفعش انزل اجيب حاجة، وهو كان متأكد ان اليوم ده انا كان طالع عيني تحت مع امه في شغل البيت. ما هو كان يومي ومفيش حاجة فوق تتاكل. اتصلت على بتاع الدليفري جابلي بيتزاي وخليته حطلي الحاجة في السبت بتاع البلكونة عشان ما يحسوش بيا، وقعدت اكل وعملت عصير وروقت على نفسي، ما انا كنت جعانة اعمل ايه يعني. وبعد ما قربت اخلص شاف الحاجة كان هيروح فيها مني ونده على امه وفضلوا يزعقوا. استنيتهم فضلوا يزعقوا ويخلصوا وفي الاخر قمت قفلت وراهم باب الشقة وقعدت كملت اكل عادي، وخلصت اكل ودخلت اخدت شاور ونمت. المهم يا ولاد وجيت تاني يوم نزلت عادي، قلت اصبح على حماتي. دخلت بقولها صباح الخير يا ماما، الولية كانت هتتشل مني كأنها شافت عقربة. قالت لي مش عايزة اشوف وشك هنا تاني، قلت لها ماشي بخاطرك. يلا هي جت منها. وطلعت اخدت شاور وحطيت ميك اب وعملت قهوة وشغلت ام كلثوم كان لك معايا اجمل حكاية. وقعدت بقى كده ايه في البلكونة سلطانة زماني. دخل عليا جوزي تاني، والله يا بنات كان عايز يرميني من البلكونة، واتصل على اهلي عشان يجوا يتصرفوا معايا. بابا لما جه حكاله على اللي حصل. راح بابا قال له ايوه يا ابني، يعني انا بنتي غلطت في ايه؟ وراح مزعق لجوزي وكان عايز ياخدني معاه بس انا مش رضيت، قلت له لا انا ما اسيبش بيتي عشان هو ده اللي حماتي عايزاه. هي عايزاني اسيب البيت وامشي وترتاح مني، لا ده انا اقعد على قلبها. وهو دلوقتي مقموص وانا باكل لب ومستنيه الترمس يستوي، لا معبراه ولا معبره امه. قولولي بقى، هل انا كده غلطت اني قعدت في البيت ولا كنت المفروض اروح عند اهلي واسيب له البيت وامشي، ولا كنت اعمل ايه؟ قولولي رايكم واكتبولي في الكومنتات. يا رب تكون قصتي عجبتكم وتكونوا اتعلمتوا منها حاجة. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. ولو عايزين حكايات من دي تاني اكتبولي في الكومنتات وانا اقول لكم انا بعمل ايه مع الولية حماتي وجوزي. باي باي.